طبعا على هامش هذه الزيارة تم إعداد برنامج متكامل للوفد الأردني. تخلل هذا البرنامج عدة برامج من ضمنها الجولات السياحية، معايشة، تدريبات مع ناشئين نادي السويق، بالإضافة إلى مباريات ودية مشاركة بأكاديمية العلوي. حقيقة زيارة جدا مهمة، فيها فائدة واستفادة جدا كبيرة. عطت انطباع جدا إيجابي للاعب الأردني بأن في عمان توجد مواهب جدا مميزة، وهم عطت انطباع جدا إيجابي للاعب العماني بأن في الأردن في مواهب طيبة ومتميزة وممكن الاستفادة منها. حقيقة نحن على صدد إقامة أكثر من معايشة وأكثر من برنامج نفس هذا الجانب، إن شاء الله في مجموعة من اللاعبين لأكاديمية العلوي إن شاء الله بيخوضوا معايشة في الأردن خلال الفترة القادمة إن شاء الله بالتنسيق مع أكاديمية الإبداع الأردنية. نسأل الله التوفيق ونسأل الله الإقامة الطيبة للوفد الأردني إن شاء الله بضيافة أكاديمية العلوي. في البداية بحب أشكر أكاديمية العلوي على استضافتنا إحنا ولاعبينا الشباب، والخطة والهدف من الزيارة نعمل معايشة مع نادي السويق. الحمد لله أولادنا شاركوا بتمارين نادي السويق بفترة حلوة واستفادوا من الفريق. وعلى هامش هاي الزيارة احنا قاعدين نلعب الآن مباراة مع أكاديمية نبض المستقبل، نشكرهم على هاي الزيارة الحلوة. وبصراحة في لاعبين مميزين من كل الأطراف من أكاديمية العلوي ونبض المستقبل وفريق الإبداع. هاي الزيارة طبعا هدفها إن نثري اللاعب العربي سواء كان لاعب العماني او اللاعب الاردني، ونشوف الفروقات ونقاط القوه ونتعلم من بعض كمدربين. فبصراحه كان في فائده للمدربين وللاعبين. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافه الرائعه. طبعا اليوم احنا في مباراه وديه بين اكاديميه نبض المستقبل واكاديميه العلوي من ضمن زيارة الوفد من الأكاديمية الأردنية إلى أكاديمية العلوي. طبعا مثل هذه الزيارات ومثل هذه المباريات بين الأكاديميات تنمي المواهب وتعطي مجال للأجهزة الفنية بأنها تنتقي للمواهب وترفد الأندية والمنتخبات في المستقبل. طبعا أكاديمية نبض المستقبل أكاديمية حديثة، تقريبا حاليا سنة ونص تقريبا من تأسيسها، وهي ماضية قدما لتطوير المواهب موجودة، ولديها كادر فني وكادر إداري قاعدين ينموا من المواهب هذه. وإن شاء الله نتمنى أن الأكاديمية هذه ترفد المنتخبات والأندية في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى.